عز الدين أناحي ممكن يبدأ مغامرة أوروبية جديدة من بوابة واحد من أكبر الأندية الهولندية حسب آخر التقارير. أياكس فتح المفاوضات مع خيرونا ومع المحيط ديال اللاعب، ووضع الدولي المغربي ضمن الأبرز الأولويات ديالو لتقوية خط الوسط. والسر وراء هذا الاهتمام هو المدرب الجديد ميشيل سانشيز، اللي سبق ليه درب أناحي مع خيرونا وكيعرف مزيان الإمكانيات التقنية ديالو والتكتيكية. أناحي رجع بقوة للواجهة بعد التألق ديالو مع المنتخب المغربي في مونديال 2026، خصوصا من بعد الثنائية اللي سجلها ضد كندا في الدور الثمن. ولكن الصفقة مازال ما تحسماتش، حيث العقد اللاعب مع خيرونا ممتد حتى 2030، وفيه شرط جزائي كيوصل لحوالي 25 مليون يورو. بينما اياكس كيقلب على اتفاق بثمن اقل. انتقال لاياكس يقدر يكون مناسب لأناحي، لان النادي معروف بالكره الهجوميه ومنح الفرص للاعبين التقنيين. دابا نخلي الراي لكم، واش اياكس هو الفريق المناسب باش يرجع أناحي لافضل نسخه ديالو، ولا خاصو يبقى في بطوله اقوى من الدوري الهولندي؟